اهلا بيك في قناه انا وطفلي. ابنك بيتكسف يكلم الناس او بنتك بتستخبى وراكي اول لما حد يسلم عليها؟ طب هل الخجل ده طبيعي ولا محتاج تدخل؟ النهارده هنتكلم عن الخجل والانطواء عند الاطفال، وهنعرف الاسباب اللي وراها وازاي نبني شخصيه اجتماعيه واثقه في طفلك من غير ضغط او توتر. خليكي معايا لحد اخر الفيديو علشان تعرفي خطوات عمليه وسهله تعمليها من النهارده. في البدايه مهم نعرف ان الخجل مش عيب، لكنه لو زاد عن حده ممكن يمنع الطفل من تكوين صداقات او يعطل تطوره النفسي والاجتماعي. ومش كل طفل هادي يعتبر خجول، ومش كل طفل اجتماعي بيحب التجمعات الكبيره. الفكره اننا نفهم الفرق ونساعد الطفل يبني ثقته بنفسه ويتعامل مع الناس من غير خوف او انسحاب. طب ايه الفرق بين الخجل والانطواء؟ الخجل بيكون شعور بالقلق او التوتر عند التفاعل مع الاخرين، او الطفل عايز يتكلم بس خايف من الحكم عليه او بيظهر في مواقف جديده او وسط ناس غرب. اما الانطواء الطفل مش بيحب التجمعات او بيحب اللعب لوحده، وده مش مرض، ده نمط شخصي. والانطوائي ممكن يكون واثق بس بيحب الهدوء. طب ايه هي علامات الخجل المفرط؟ بيرفض يرد على حد حتى لو اتكلم بلطافه، بيمسك في مامته في كل مكان، بيعيط او يتوتر اول لما حد يساله سؤال، وبيتجنب اللعب الاجتماعي. طب سؤال مهم، ايه هي اسباب الخجل عند الاطفال؟ اول حاجه الوراثه، بعض الاطفال بيتولدوا بطبيعه حساسه اكتر من غيرهم. تاني حاجة البيئة الأسرية، التربية الصارمة أو التوتر الدائم في البيت بيولد قلق داخلي. كمان من ضمن الأسباب قلة الخبرة الاجتماعية، الطفل لو ما تعرضش لتجارب اجتماعية بانتظام بيكون أقل ثقة. سبب تاني زي مواقف محرجة في الماضي، زي إنه غلط قدام حد وتعرض للسخرية فبقى يتجنب التفاعل. كمان من ضمن الأسباب إن إحنا نقارنه بغيره، زي بص ابن خالتك بيكلم الناس إزاي. المقارنات دي بتهد الثقة وبتزود الخجل. طب سؤال، هل الخجل طبيعي وإمتى قلق؟ الخجل ممكن يكون طبيعي من سن 1.5 ل3 سنين، والطفل بيبدأ يظهر عليه الخجل في المواقف الجديدة. كمان بيكون طبيعي لو الطفل بيتفاعل في البيت أو مع أشخاص يعرفهم لكن بيتكسف يتفاعل مع الغرب. مش طبيعي بقى لو الطفل بيرفض أي تفاعل اجتماعي تماما، أو لو الخجل معطله عن الأنشطة اليومية، أو لو في توتر شديد أو أعراض جسدية زي مغص أو صداع في المواقف الاجتماعية. طب إيه هي الخطوات الفعالة للتفاعل مع الطفل الخجول؟ أول حاجة اعترفي بشعوره، قولي له أنا فاهمة إنك بتحس بتوتر لما ناس جديدة تكلمك وده طبيعي. تاني حاجة ما تجبرهوش، الضغط بيزود الخوف، سيبيه على راحته ودعميه بلطف. تالت حاجة ابني ثقته بنفسه يوميا، امدحي المحاولات البسيطة، أنا شفتك بتبص لأصحابك وابتسمت، ده ممتاز. بعد كده التعرض التدريجي، عرفيه على أطفال جداد في بيئة مريحة، وابدأي بلعبة مع طفل واحد وبعد كده ابدأي بمجموعة صغيرة. كمان ممكن تحكي له قصص فيها أطفال كانوا خجولين وتعلموا يتفاعلوا. خليكي قدوة ليه، كوني اجتماعية قدامه، اتكلمي مع ناس وهو شايفك علشان يتعلم بالتقليد. حاجة كمان ممكن تعمليها وانك تعلميه مهارات التواصل، ازاي يسلم، يقول اسمه، يبص في العين، دي مهارات احنا بنعلمها له. خلي بالك بقى من الاخطاء الشائعة اللي الاهل دايما بيقعوا فيها، زي ان هي تقول على ابنها ان هو خجول قدام الناس، او ان هي تقارنه بغيره، او تستخدم عبارات سلبية زي هو عمره ما هيتغير، او ان هي تجبره يتكلم او يتفاعل، او تتجاهل الموقف تماما واعتباره مش موجود. وفي النهاية طفلك الخجول مش ضعيف ولا غريب، هو بس محتاج دعم وصبر واحتواء، ومع الوقت والتشجيع هيبني ثقته بنفسه ويبقى اجتماعي بطريقته. ابدأي النهارده بخطوة بسيطة واحكي له قصة عن طفل اتغلب على خجله، وافتكري دايما ان كل طفل ليه طريقته في التعبير عن نفسه، وانك انت مفتاح نجاحه. وما تنسيش تشاركينا في الكومنتات ابنك او بنتك خجولين ولا لا، وشاركينا موقف حصل معاهم وازاي اتصرفتي. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل النصايح الجديدة.